السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنتكلم لكم على هاد الخريفة هادي. عقلوا عليها الخوت، عقلوا عليها مزيان. هاد الخروفة هادي راه عندها واحد القصة، كما كيقولوا قصة ملهمة الخوت. عقلوا على هاد الخريفة هادي وانا غنبينها لكم كيفاش كانت النهار الاول. هاد الخريفة هادي اللي كتشوف فينا، هاد الغزالة هادي الخوت راه عندنا عليها واحد القصة، والفيديو ديال اليوم ان شاء الله تعالى غنتكلموا عليها باش تعرفوا الخوت. داك القولة اللي كيقول لك راه ما تعرف في عندك الخير راه ماشي صحيحة، راه صحيحة مليون في المية الخوت. خليكم مع الفيديو الاخوان وتفاعلوا معاه وتبعوه حتى التالي. هاد الخروفة اللي شفتوها الخوت عندها واحد القصة عجيبة. هاد الخروفة كنا كنبيعو ونشريو، المهم بعدا هي هادي. شوفوا كيفاش كانت وكيفاش ولات، سبحان الله العظيم. هاد الخروفة سيدي كنا كنبيعو ونشريو، المهم شريناها، شركنا فيها 3 بينا وشريناها غالية الخوت، شريناها ب900 درهم. وبقينا كنبيعو فيها ما تباعتناش حيت غالية الخروفة، ما كيعطيوناش فيها الربح. بالتالي ولينا كنقلبو غا على فلوسها ما كنلقاوهاش، ولاو كيعطيونا فيها الخطية. طلع السوق دارت شي تسعود وقيلا، قالك اسيدي نتقايموها، تقايمناها. الجوج اللي معايا رخاو راسهم في المقايمة، طاحت عليا ديك الخروفة انايا. بشحال طاحت عليا وقيلا ب800 درهم، قال شي 20 درهم ولا بحال هكذا، المهم ما واصلاش 800 درهم. بقيت كنبيع ديك الخروفه انا ما سوات لي والو، يعني كيجيو كيعطيوني فيها 800 درهم، كنلقى راسي انا خاسر شي 60 درهم ولا 70 درهم بحال هكذا. المهم ما تحمستش باش نبيعها، قلت راه نديها للكوري ونساها شي شويش، وداك الساعه نعاود نديها لشي سوق يجيب الله. فعلا جبتها الخوت، جبتها للكوري هنايا ونسيتها. شحال د الغلم جبتها وديتها وبعتها وهي مازال عندي هنايا. واحد النهار كيجي عندي واحد السيد قال لي خاي بوج مع هاد الخروفه هادي 10. قلت له ما يمكنش، الخروفه مازال صغيره كي غدير تكون 10؟ قال لي انا كنقول لك هاد الخروفه هادي 100% 10. شافها كدير شي حركات، كتخبش برجليها وكتنعس، المهم شي حركات هو قال لك هذوك الحركات بالنسبه ليه هو عنده عليهم خبره وعنده عليهم تجارب، الا كانت كديرهم الغلمه كتعطيك واحد الاشاره باللي راه 10. انا ديك الهضره ديالو ما دخلت لي لا مهنا ولا مهنا، المهم ما تسوقتلهاش. واحد النهار كنتسوق ودايز غادي نركب، واحد السيد كيعيط لي، هو ولدو عنده واحد الدريري معاه. قال لي مدرا كيسقط لك الخروفه. قلت له شنو الخروفه؟ قال لي الخروفه اللي كنتو شريتو مني داك الساعه كندير واحد القب، هو ما عقلش عليها انايا. قلت له صاحبي ديك الخروفه غير سكت، راه سقط لنا غاليه، وراه بقيت كنعاود له القصه. قال لي ديك الخروفه الله يعمرها سلا. قال لي راه كانت عندي مربيه في الدار، تقريبا كتاكل معانا الخبز، تاكل معانا اي حاجه، وهذا الولد هذا راه كان مربي عليها الكبده. وفعلا هي سبحان الله العظيم حنينه، داكشي اللي خلاني انا باش ما نبيعهاش. فيها سبحان الله العظيم واحد المناظر كديرهم كتخليك سبحان الله العظيم تبقى فيك. قال لي وديك الخروفه راه عندي مكسبه، وجبد لي التاريخ ديالها في التليفون. قال لي هاد التاريخ فوقاش مكسبه. هي كتضرب لي الهضره ديال داك السيد صاحبي اللي قال لي راه 10. قال لي راه مكسبه، نقول لكم بالشهر، نقول لكم بشهرين. دابا هذيك تهلا فيها، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غادي يخصك فيها خير. قلت له انا واحد الانسان بياع شراي، واحد الانسان طايب في هذا العالم هذا، ما كنقنطش من السلعه. انا ديتها المحل ونسيتها، وكما قلتي انت جاتني حنينه، وكنبقى انايا بعد المره ملي كنكون ماشي هو هذا كنبقى كنحك لها ونلعب معاها، وكتبقى مسكينه حدايا وتاكل معايا الخبز كما قال هو وتجلس. يعني سبحان الله العظيم فيها واحد اشكال، واحد المنظر. قلت له ولفتها. واحد الدري ولدي تا هو فاش كيجي عندي الكوري تا هو ولفها. قلت له دابا راه مازالت معايا، وراه قلت له قال لي واحد السيد 10 وراني ما دخلتليش لا مهنا ولا مهنا، ولكن ملي قلتي لي انت راه كسبت صافي. راه قال لي كون على يقين هاد التاريخ ديالها، المسائل ديالها مضبوط داكشي. هاد الايامات هادي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، جيت في الصباح على الخوا، مشيت كنقلبها، كنلقاها تبارك الله الجني فيها باينه الخوت. نقولوا تبارك الله باينه جني تبارك الله، كدير يديك كيقيسك. المهم الاخوان،
هاد القصه كامله علاش بغيت نشاركها معكم. انا دائما واحد الانسان كنبغي كما كيقول واحد المعجزه ولا واحد الحكمه وقعات لي، كنبغي شي بحال دابا كنبغي نبارطاجيها سواء على ارض الواقع مع الناس اللي كنعرفوا المحيط، سواء في السوشيال ميديا ملي درنا اليوتيوب والتيك توك وهذا. بالنسبه للناس اللي ما مشاوش عندنا للتيك توك وما عارفينش التيك توك ديالنا، التيك توك ديالنا هو هذا نفس السميه بوج مع البحري. راه حنا كنلوحوا فيه بزاف ديال الفيديوهات، تقريبا الفيديوهات القصيره كامله كنلوحوهم في التيك توك. هو راه حنا كنلوحوا فيه فيديوهات زوينين وكنشطوا فيه شويه، راكم عارفين التيك توك. مرحبا بكم فيه. هاد المعلومه الخوت، ديك المعلومه اللي كيقول لك راه ما تعرفش في عندك الخير الخوت، راه ماشي صحيحه 100%، راه صحيحه 1000%. وديك المعلومه اللي كيقول لك شوف وعسى، ماشي معلومه ايه، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا كنت باغي نبيعها، كنقول غاليه خصني نتهنى منها ونشد فلوسها ونمشي نبيع بها ونشري وكذا، ولكن في نفس الوقت مازال رزقي فيها. لحقاش الله فاش كيبغي مثلا شي بياسه، شي بقره ولا شي عجل ولا واشي كيوقع لنا الخوت مرارا، فاش كيكون مازال رزقك فيه ربي كيعكس لك الفرخه بشي حوايج اللي كتشوفهم انت شر وهما راهم خير الخوت، هما راهم خير. الانسان عمرو ما يقنط من الرزق، شوف غير سميتو الرزق. دابا هي الحمد لله، دابا نقولوا بالسيار ديالها بالمسائل ديالها بشحال راه واصله عند كاع عليا انا، راه واصله بواحد 110,000 فرنك ولا 115,000 فرنك. دابا تبارك الله الا عطاوني فيها حتى 1500 درهم ما غاديش نبيعها. 1500 درهم والله ما نبيعها. شفتوا ربي راه كيخبى عنا الرزق، ولكن الانسان خاصو يكون ديبلوم في عقله الخوت. هادشي اللي كنبهكم ليه دائما، واخا توصل ديك العظم ما تقنطش، راه ما تعرفش رزقك فينا هو، راك ما تعرفش الخير في عندك. هذاك الشيء باش انا صورتها لكم وقلت لكم عقلوا عليها. راه عندي مع واحد القصه، وهي هذه القصه الخوت. هي تشرات غاليه وفعلا كانت غاليه، وهي رخاصت، وهي دابا الحمد لله فيها الربح. وجا داك النهار واحد السيد صافطو، واحد السيد صاحبي هنايا خاصو شي اسبوع، وجا ليها وشافها وعجباتو، قلت له ما نبيعها لكش واخا تعطيني فيها حتى 1500 درهم. قال لي علاش؟ قلت له انا اللي عارف علاش، ما بغيتش نقول له ديرها 10 ولا كذا. جا عاود داك واحد السيد داك النهار قدام عندي واحد الغلمه وبغى يشريها من عندي وما تفاهمش انا وياه، وما كنتش انا ديك الساعه مقلبها. شوف سبحان الله العظيم، ما تفاهمش انا وياه في الثمن، بقات يعني مازال رزقي فيها. المهم الاخوان، انا دائما كنقول لكم كنحسبكم خوتي، ما كنحسبكمش متابعين ديالي ولا ناس ما كنعرفكمش، ولا انا كنحسبكم عائلتي، واخا ما كنعرفكمش هكا بالوجه وما كنشوفكمش، انا كنحسبكم عائلتي الخوت وحبابي، وكنبارطاجي معكم الحياه اليوميه ديالي. تحياتي لكم من هذا المنبر فين ما كنتو، وشكرا لكم. وهذه هي القصه ديالي مع هذه الخروفه هذه. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا وكنتو باقيين ما مشتركينش وعجبكم المحتوى ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات ديالي. راه مازال عندنا فيديوهات في الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا راحنا عاد بدينا، راه مازال غتشوفوا معنا شي حوايج في هذه القناه بوحدها. ما عجبناكم شي، ما عجبكم شي المحتوى ديالنا، الله يسامح الدنيا واخره. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.